بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا بكم أصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بأصدقائي وطلابي طلاب المراحل الإعدادية المختلفة. درسي اليوم للصف الأول الإعدادي في قسم التاريخ، ودرسنا اليوم بعنوان عصر المجد الحربي أو عصر الدولة الحديثة. الإنسان المصري بطبيعته كان لا يميل إلى الحرب، بل كان يميل إلى السلم، وكان لا يدخل حربا إلا للدفاع عن نفسه وبلاده. فدرسنا اليوم هنعرف ليه المصري القديم كون أول جيش نظامي، وإيه الأثر الناتج على تكوين هذا الجيش. هنبدأ درسنا النهاردة بسؤال على الماشي كده، بيقول لي: يطلق على عصر الدولة الحديثة لقب عصر المجد الحربي، بما تفسر؟ ليه أطلق العلماء على عصر الدولة الحديثة لقب عصر المجد الحربي؟ أقول له ببساطة بسبب اهتمام ملوك هذه الفترة بالتوسع في ملكهم، فخاضوا العديد من الحروب والمعارك وحققوا انتصارات على أعدائهم كالهكسوس والحيثيين، وكونوا أول إمبراطورية في التاريخ امتدت من آسيا إلى أفريقيا، وشملت بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين اللي هي بلاد العراق حاليا، وأيضا شملت بلاد بونت اللي هي بلاد الصومال في شرق أفريقيا في وقتنا الحالي. طيب، هتقولوا لي يا استاذ انت قلت لفظ كده في النص وانت بتقول لي الاجابه لفظ امبراطوريه. يعني ايه امبراطوريه؟ هقول لك: هي دوله كبيره متناميه الاطراف تسيطر على الكثير من الاراضي والشعوب المتعدده بفضل قوتها العسكريه والاقتصاديه. طيب، هنيجي عايزين نعرف الدوله الحديثه دي كان فيها كام اسره. زي ما عرفنا الدولة القديمة كانت مكونة من كام أسرة، والدولة الوسطى كانت مكونة من كام أسرة، برضو من حقنا إن احنا نعرف الدولة الحديثة تكونت من كام أسرة. هجاوبك وأقول لك الدولة الحديثة تكونت من 3 أسر، وهي الأسرة 18 والأسرة 19 والأسرة 20. وهقول لك كمان مين أهم ملوك الأسر دي. أهم ملوك الأسر دي كان الملك أحمس، الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثالث، الملك أمنحتب الرابع أو الملك إخناتون، والملك الأشهر على الإطلاق في تاريخنا الحديث وهو الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس الثاني، وأيضا الملك رمسيس الثالث. كل دول ملوك من أشهر الملوك في ال3 أسر الذين حكموا الأراضي المصرية في الدولة الحديثة. وهنيجي نشرح مع بعض كل ملك دلوقتي على حدة. هنبتديهم بالملك أحمس طارد الهكسوس. يعتبره المؤرخون هو مؤسس الدولة الحديثة نظرا لما حققه من انتصارات على الهكسوس واستطاعته في تحرير البلاد المصرية من خطر الهكسوس. طيب، هنيجي للملكة حتشبسوت، وهي من أشهر النساء الذين حكموا الأراضي المصرية. مدة حكمها كانت لا تزيد عن 20 عام، وكانت الملكة حتشبسوت لا تميل إلى الحرب، بل كانت تميل إلى السلم والأمن والاستقرار. طيب، أهم أعمالها إيه؟ ما هي ست ما كانتش بتميل للحرب، كانت بتميل للسلم، فأكيد عندها أعمال اقتصادية، أعمال ثقافية، أعمال إنشائية. ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. اهتمت الملكة حتشبسوت بالتشييد والبناء،
فأقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك، وكمان كانت بتهتم بالتجارة، فكونت علاقات تجارية مع الدول المجاورة. واحد منكم يجي يقول لي ايه دليلك يا استاذنا ان الملكة حتشبسوت عملت علاقات تجارية مع الدول المجاورة؟ اقول لك تعالى وانا اشرح لك. ارسلت رحلتين او بعثتين تجاريتين الى بلاد بونت، اللي هي بلاد شرق افريقيا، اللي هي مقرها دولة الصومال حاليا. طيب كانت بتجيب ايه، او كانت عايزة تجيب ايه من البلاد دي؟ كانت بتجيب البخور، العاج، الأحجار الكريمة، الأخشاب، الجلد الأسود. برضو هيجي واحد منكم يقول لي يا أستاذنا أنت رميت لنا كلمة في النص كده وإحنا مش فاهمينها. أقول لك كلمة إيه؟ هتيجي تقول لي كلمة بعثة. أقول لك تعالى وأنا أقول لك كلمة بعثة يعني إيه؟ بعثة تجارية هي مجموعة ترسل للقيام بعمل تجاري يساعد على توطيد العلاقات التجارية بين الدول. وبكده نكون انتهينا من الملكة حتشبسوت، ونيجي بعد كده نخش على الملك تحتمس الثالث. أهم أعمال الملك تحتمس الثالث كانت إيه؟ مبدئيا الملك تحتمس الثالث هو يعتبر أعظم ملوك دولة الفراعنة وأقدرهم في الحرب والإدارة. هتقول لي دليلك؟ أقول لك تعالى وأنا أشرح لك. أقول لك دليلي في الحرب ودليلي في الإدارة. أقول لك الأول دليلي في الحرب. في الحرب كان الملك تحتمس الثالث هو أول من قسم الجيش إلى قلب وجناحين، وأول من اخترع نظام المفاجأة والمداهمة في الحرب. واحد هيقول لي يعني إيه المفاجأة والمداهمة يا أستاذ؟ أقول لك يعني الراجل ده ما كانش بيستنى العدو بتاعه اما بيجي له لغاية عنده، لا، كان هو اللي بيروح له وبيبتدي بمهاجمته. بمعنى انك مثلا قاعد في بيتك، واحد انت عارف ان الراجل الواحد ده جاي يضربك، لا، هتخرج انت وتضربه عشان تحافظ على بيتك وتحافظ على ارضك. ده اللي كان بيعمله الملك تحتمس الثالث. طيب عمل ايه تاني؟ انشأ اسطول قوي سيطر على البحر المتوسط وعلى الجزر التي فيه وعلى بلاد فينيقيا اللي هي بلاد سوريا ولبنان حاليا. طيب عمل ايه تاني؟ انتصر على امير قادش في موقعة مجده. طيب عمل ايه تاني؟ وطد النفوذ والعلاقات المصرية مع كل من فلسطين العزيزة والحبيبة ومع الدولة السورية بعد قيامه ب 16 حملة عسكرية بهدف حماية الحدود للإمبراطورية المصرية. طيب عمل ايه تاني؟ ثبت حكمه في بلاد النوبة. عمل ايه تاني؟ أسس أقدم إمارة أو أقدم إمبراطورية في التاريخ. ده كان رحلته وكفاحه في المجال الحربي. طيب هنيجي نتكلم على مستوى المجال الإداري. هنلاقي إن تحتمس الثالث أحضر أبناء الأقاليم الآسيوية وذلك ليعلمهم في مصر حتى يشبوا على الولاء والانتماء للدولة المصرية، وعمل أيضا على توطيد العلاقات بملوك وحكام البلاد المجاورة، كما عمل على كسب ود الأمراء الآسيويين مما ساعد على تماسك الإمبراطورية ونشر الثقافة المصرية في البلاد الآسيوية. ده كان الملك تحتمس الثالث. هنيجي لملك آخر وهو الملك إمنحتب الرابع أو الملك إخناتون. الملك إمنحتب الرابع تولى حكم البلاد في سن 16 من عمره بعد وفاة والده الملك أمنحتب الثالث، واختلف أمنحتب الرابع عن سابقيه من الملوك المصريين في اهتمامه بالأمور الداخلية للبلاد، حيث كان من أول أولوياته هو الاهتمام بالشؤون الدينية، وكان من أهم أعماله أنه قام بأول ثورة دينية تنادي بتوحيد عبادة الإله، وسمى الإله ده الإله آتون، ورمز له بقرص الشمس التي تخرج منه أشعة
تمتد إلى يد آدمية، وهذه اليد الآدمية توزع الخير على الناس في الأرض. ولذلك غير اسمه من أمنحتب الرابع إلى إخناتون، أي المخلص للإله آتون. وقام أيضا ببناء عاصمة جديدة اسمها إخيتاتون، ودي كانت مقر لعبادة الإله آتون. طيب، إيه النتيجة المترتبة على الثورة الدينية اللي قام بيها الملك إخناتون داخل الأراضي المصرية؟ ترتب على ذلك إن كهنة المعبد أو كهنة الإله آمون قاموا بثورة ضد الملك أمنحتب الرابع وضد الإله الواحد، ولم يقدر للديانة التي دعا إليها إخناتون أن تستمر، حيث انتهت بوفاته لارتباطها بوجوده. يعني انتهت عبادة التوحيد مع وفاة الملك إخناتون. طيب، هنيجي بعد كده للملك الأشهر على الإطلاق في العالم الحديث، والذي ما زلنا نبحث عنه وعن مقتنياته وعن مقبرته، وما زالت مقبرته تشيع فيها الكثير والكثير من الأسرار والمعجزات، وهو الملك توت عنخ آمون. الملك توت عنخ آمون هو الذي خلف الملك إخناتون في حكم البلاد، وأعاد عبادة الإله آمون مرة أخرى، وأعاد عاصمة البلاد إلى طيبة مرة أخرى. وممكن يجي لي سؤال هنا بسيط يقول لي بما تفسر يعد الملك توت عنخ آمون من أشهر ملوك الدولة الحديثة رغم ضعفه وموته صغيرا؟ أقول له لأنه شهرته تعود إلى مقبرته التي تم اكتشافها في عام 1922، والتي تدل محتوياتها على عظمة الفن المصري القديم الذي بهر العالم كله إلى وقتنا الحالي. طيب، هنيجي بعد كده للملك رمسيس الثاني. الملك توت عنخ آمون كان آخر ملوك الأسرة الثامنة عشر. الملك رمسيس الثاني هو مؤسس الأسرة التاسعة عشر. أهم أعماله إيه؟ أهم أعماله تنقسم إلى داخليا وخارجيا. هنشرح الأول الأعمال الخارجية. عمل على إعادة بسط النفوذ المصري على بلاد الشام، والذي قل بعد ثورة إخناتون الدينية، حيث خاض مع الكثير من المعارك مع الحيثيين استمرت إلى 15 عام، وأشهرها معركة قادش، والتي انتصر فيها معركة ماجدو الذي انتصر فيها على أمير قادش. طيب، النتائج المترتبة على كده إيه؟ يعني ترتب على انتصار رمسيس الثاني على أمير قادش في معركة ماجدو اضطرار ملك الحيثيين إلى عقد معاهدة سلام. عمل ملك الحيثيين اللي هو أمير قادش معاهدة سلام مع الملك رمسيس الثاني. المعاهدة دي كانت بنودها عبارة عن إيه؟ وقف الحرب بين الطرفين، إعادة العلاقات الودية بين البلدين، مساعدة كل طرف للآخر في حالة تعرضه للهجوم من دولة أخرى. تمام؟ وبذلك تفرغ رمسيس الثاني للأعمال العمرانية الداخلية. بعد ما رمسيس الثاني مضى المعاهدة دي مع الحيثيين، قدر إن هو يبص لمصر داخليا، واهتم رمسيس الثاني بالأعمال العمرانية. برضو واحد منكم هيجي يقول لي دليلك ايه يا استاذ ان رمسيس الثاني اهتم بالاعمال العمرانيه؟ اقول لك تعالى وانا اشرح لك. شيد 6 معابد، اشهرها معبد ابو سمبل، والتي عملت منظمه اليونسكو على انقاذهما من مياه السد العالي. عمل او اتم بناء بهو الاعمده بمعبد الكرنك، واقام عدد من المسلات ما زالت موجودة إلى وقتنا الحالي، أحدها بالأقصر والأخرى قائمة في باريس عاصمة فرنسا.
في مصطلحين كده جم في النص عايز اقول لكم عليهم بالمره. مصطلح معاهده، وهي اتفاق بين دولتين او اكثر لتنظيم العلاقات بينهم. ومصطلح منظمه اليونسكو. منظمه اليونسكو دي هيئه دوليه تابعه للامم المتحده، وهي مسؤوله عن التربيه والثقافه والعلوم والاثار. طيب هنيجي للملك اللي بعد كده، وهو الملك رمسيس الثالث، وده آخر ملك معانا النهارده، وهو يعتبر المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين وآخر الفراعنة العظام، حيث توالت بعده بعض الأسر الضعيفة إلى أن سقطت الأسرة أو الدولة الفرعونية على يد الملك أبسماتيك الأول. ده كانت أهم أعماله إيه؟ أهم أعماله أزال عن مصر خطر لا يقل شدة عن خطر الهكسوس، حيث نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر برا عن طريق رفح وبحرا عن طريق مصب النهر الغربي، وتصدى لقوات الليبيين الذين هاجموا حدود مصر الغربية وهزموهم عند وادي النطرون. يبقى الراجل ده انتصر على قوتين مختلفتين، انتصر على قوات دول حوض البحر المتوسط بريا لما تم الغزو من مدينة رفح، وبحريا لما هجموه من مصب النهر الغربي. وكمان انتصر على الليبيين في معركهم التي دارت غرب الحدود المصرية، وانتصر عليهم في وادي النطرون. طيب واحد منكم هيجي يقول لي يا استاذ، طيب اما الملك ده عظيم كده ليه الدولة الحديثة سقطت؟ هقول لك ممكن يجي لك سؤال حلو في الحتة دي، يقول لك بما تفسر انهيار وسقوط الدولة الحديثة. اقول له زي ما انا قلت لكم قبل ما اشرح، الملك رمسيس الثالث تولى الحكم من بعده ملوك ضعاف، تمام، وازدياد نفوذ الكهنة حتى اغتصب احدهم العرش. وبكده اكون انا خلصت درسي النهارده، ويا ريت تكونوا فهمتوا الدرس، واتمنى لكم التوفيق فيما هو قادم. ولا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك على القناة حتى تعم الفائدة لكم ولجميع زملائكم على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.